إلا كانت هذه الجزيرة تمارس أستاذ الموضوعية والتعبير الحر، راه حداها دول خليجية كثيرة وحداها دول في المغرب العربي. كتشوفوا شا سيدي الوزير هذا الاهتمام الإعلامي بنا وهذا النبش في القرى النائية ديال بلادنا والتنقيب المضني واحد المجموعة من القضايا تضخمها بواحد الشكل خيالي، وهذاك هو وكتمنى أنها تحولها إلى مادة إعلامية مشتعلة باش تسوقها. هذاك سيدي هو الوزير إلا سمحتي لي، وأنت قلتي عندي أنا حق التعبير أكثر منك، ما عمرنا سمعنا الرأي المعارض في قطر السيد الوزير. لم تنقب الجزيرة ولو مرة واحدة في تاريخ الأشخاص الذين تورطوا في الانقلاب المضاد اللي عرفته قطر في السنوات الأولى تغيير الحاكم السيد الوزير. ما عمرنا سمعنا شاهد على العصر السيد الوزير في أحداث قطر. لم يناقش الاتجاه المعاكس السيد الوزير دور الشيخ خاموزة في تدبير الشأن القطري. ما كان عرفوش السيد الوزير كيفاش ومن اسمح لي ومن يستفيد من ثروة قطر ومن لا يستفيد. كاينه خلافة حدودية السيد الوزير عند قطر. لم نشاهد رسوم بيانية في برامج خاصة ونشارات كتسطر لنا مناطق الخلافات الحدودية لجزيرة قطر مع جيرانها. كيعرف شاي المشاهد العربي والمغربي السيد الوزير متى سترحل القوات الأمريكية المتواجدة في قطر، ولكن كنعرفوا أن الجنود ديالها يفوقون عدد سكان قطر الأصليين والمكفولين. لم يسبق لنشرات الجريدة الجزيرة القطرية السيد الوزير أن نفت أو أكدت زيارة أمير البلاد لإسرائيل، رغم أن العلاقات بين قطر وإسرائيل سميتو ومصالحهم متعددة. وبغيناكم الله يكثر خيرك، أنت مسؤول حكومي يا سيد الوزير، تعطيونا نظركم في هذه الموضوعية وفي هذا الرأي والرأي الآخر. شوف ما كاينش الرأي الآخر أولا البريملات ديال البترول السيد الوزير هما اللي تيدوزوا في الوصلات الإشارية. شوف قناة